السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. قناة مونديال فانز ترحب بكم مجددا. دائما ما تنسوناش بالدعم والبارطاج ولي لايك ولا كومونتير كما العاده. شكرا لكم بزاف على تعليقاتكم، شكرا لكم بزاف على دعمكم اللا مشروط، احييكم كثيرا. غبنا عليكم بزاف، غبنا عليكم تقريبا اسبوع ما قدينا شي فيديو نديرو فيه تعليق على شي مباراة، او يعني رياكشن على شي لاعب مغربي او لاعب اخر على المستوى الدولي. ولكن ثم كما كتعرفوا ان البلاد ديالنا كانت حزينة جدا جراء صراحة هذا الزلزال اللي صاب البلاد، سورتو يعني في اقليم مراكش، تارودان وما الى ذلك من المدن المغربية، خصوصا ما يسمى بزلزال الحوز. كنعاودوا نترحموا على الضحايا، كنعاودوا نترحموا على الناس اللي مشاو في هاد النكبة، الناس اللي مشاو جراء هذا الزلزال. الله يرحمهم، الله يغفر لهم، الله يجعلهم من أهل الجنة يا رب. وبدعائنا بالشفاء العاجل للجرحى وللمصابين وللشياب والشباب والأطفال الصغار وما إلى ذلك. تفاعلا كما شفتوا في هذا الفيديو إن شاء الله. بداية من الكابيتانو غانم سايس. غانم سايس سجل هدف رائع برأسية مع الفريق ديالو الجديد الشباب السعودي، وحب أنه دائما يتضامن مع الشعب المغربي الأصيل بحركة كانت يعني تدل على أنه فعلا ما زال يعني كيحس بالحزن حتى هو وبواحد الغبن داخل القلب ديالو بحركة جميلة جدا تضامنية. هكذا هما المغاربة الحرار. كابيتانو غانم سايس بين على أنه فعلا حتى مغربيت غادي في الدم، وهكذا يعني الحمد لله على هذا الجيل اللي كان ممتلكه في المنتخب الوطني المغربي. صراحة جيل ممكن نقدر نسميه أحسن جيل يمر في تاريخ كرة القدم المغربية. كذلك حكيم زياش الحمد لله بدا كيرجع القوة الفنية والبدنية ديالو، داكشي كيجي تدريجيا. الحمد لله نتمنى أن الثقة تزاد فعلا. نقدر نقولوا واش نقدر نقولوا هدف عالمي او لا تمريره رائعه من حكيم زياش. فعلا دار الشوط الثاني رائع جدا بكل المقومات. اعطى اشارات للمدرب على انه حكيم زياش سيعود بقوه في المستقبل القريب. حكيم زياش موهبه لا زالت يعني باقيه وممتده الى العديد من السنوات المقبله. عز الدين أناحي فعلا يعني نقدروا نقولوا علامات الاستفهام كبيره على الاداء ديالو مع مارسيليا. على غير كما شفتوا مع المنتخب يعني سجل هدف وقدم مباراه رائعه في وسط الميدان المنتخب المغربي امام بوركينا فاسو. والعكس يظهر تماما مع مارسيليا. مازال ما عرفناش المشكل اللي واقع له مع المدرب. فعلا المركز الجديد مع الفريق ديالو الفرنسي يكون صعيب على اللاعب لانه يتاقلم، صعيب لان اللاعب انه ما مولفش يلعب في واحد البوست اللي جديد عليه مازال. ولكن ما عندك ما دير، ضروري خصك تلتزم بالخطه، تلتزم بالتكتيك، تلتزم بالواجبات الدفاعيه والهجوميه. عز الدين أناحي مازال واجد صعوبه كبيره باش يفهم الفلسفه والفكر ديال المدرب. نتمنى على انه يخرج من هذا المأزق اقرب وقت ممكن، لان مقبلين على استحقاقات مهمه جدا خصوصا لكاس افريقيا بالكوت ديفوار. بغينا عز الدين أناحي يكون في كامل الجاهزيه ديالو البدنيه والفنيه. تبارك الله عليه، هو موهبه بالفطره ايضا. رقيقي ان صح التعبير، فنان. غيقدم لنا مستويات كثيره كبيره في كاس افريقيا. ما نخافوش على وسط الميدان المنتخب المغربي. نتمنى على ان عز الدين أناحي يلقى الحل اقرب وقت، ويحاول انه يثبت لانه يستحق المكانه الرسميه خصوصا في التدريبات. لان خصكم تعرفوا الخوت ان اللاعب فوقاش كيبين للمدرب راه في لونطريمون. راه لونطريمون هي فين اللاعب كيبين للمدرب لانه راه كاين. راه نحاولوا على ان معز أناحي يجتهد، ولو انه اظن انه كيجتهد يزيد يجتهد باش ينزع الرسميه ديالو مع الفريق ديالو اولمبيك مارساي، باش ما يبقاش حابس يعني البونتوش ولا حابس يعني مقاعد البدلاء، وغادي يلقى مشكل الجاهزيه خصوصا البدنيه. لان يعني ما بقاوش مباريات دوليه بقاو قلال على ما اظن. يعني بغينا عز الدين أناحي يكون ذاك الفنان الرسام ديالنا في وسط الميدان، يكون جاهز بدنيا وفنيا من اجل تقديم يعني اجود يعني المباريات ان شاء الله مع المنتخب المغربي. مجددا في اخر الفيديو
أجدد يعني العزاء، وأجدد يعني كامل يعني التضامن والتكافل مع الشعب المغربي، مع مواطنينا، مع إخوتنا كاملين. الله يرحم اللي ماتوا، والله يشافي اللي في المستشفيات، بالرحمة والمغفرة أيضا للجميع، يعني أمهات وأبائنا، جميع إخواتنا سواء كانوا شباب صغار كبار شياب شيوخ، بالرحمة والمغفرة وبالصبر والسلوان لعائلتهم جميعا. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد قريبا، لأننا درنا واحد القافلة تضامنية غادي نحاول إن شاء الله نحطوها قريبا على في القناة. شوفوا كيفاش بدينا من أول مرحلة جمع التبرعات إلى آخر مرحلة التوزيع والتفريغ على مجموعة من الدواوير بإقليم يعني تارودانت. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد. شكرا لكم بزاف، ما تنسوناش بالدعم والبارتاج. شكرا.